القصه اللي غنعاود لكم اليوم على واحد الاستاذه استثنائيه وحاله خاصه وما كتمثلش جميع الاساتذه. كيف قلت لكم هذه غير حاله خاصه وما كنعممش. وقبل ما نبداو بغيت نشكر جميع الاساتذه والمعلمين اللي كيمارسوا هذه المهنه الشريفه بكل حب وجهد واخلاق. كنحترم وكنحيي اي استاذ ومعلم كيدير ما في جهده باش يطلع جيل قاري وواعي ومثقف، وكل التقدير والاحترام لهذه المهنه الشريفه. السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرتاحين. انا متيقن الخوت 100%، لا بلاتي متيقن مليار في المية انه الاغلبيه فيكم كلا العصا من هاد الاساتذه ملي كان صغير، سواء كلاها بداك التيو البيض ولا كلاها بداك التيو الحمر. المهم هذاك التيو الحمر بعدا شويه ما كانش كيقصح، كان خفيف. الواعر هو هذاك التيو البيض كان قاصح، راك ضربك الاستاذه راه ما يمكنش كتحس بواحد الحره، ما يمكنش. كاينين اساتذه اللي كيسلخوا بالتيو وكاينين اساتذه اخرين اللي كيسلخوا بالعصا، راه كتكون مستطيله وقاصحه عصا ديال الخشب. وكاين واحد الاساتذه اخرين اللي كيسلخوا بالكروه، وهذا النوع في الحقيقه كانوا قلال شويه. وكاين واحد النوع اخر هذا برو ماكس اللي كان كيخلط كل شيء، كيشدك كيخلطك يدين تصرفيق رجلين عصا تيوب كيرونك. انا عارف الخوت باللي فكرتكم في الايامات ديال القرايه، خصوصا الابتدائي، حيت الابتدائي بالضبط كنا مازالين باقيين صغار، كنا مازالين ما كنقدروش ندافعوا على ريوسنا. عندك الابتدائي كامل، وعندك ملي كيطلع الاعدادي السابعه الثامنه التاسعه، صافي التاسعه كيبداو يقلبوا عليك الاساتذه، ما كيبقاوش يضربوك. في الحقيقه كلنا ملي كنتفكروا هاد الذكريات كنبتسموا وكنضحكوا، كنتفكروا يامات كنتي كتاكل واحد 20 دقه بالتيو وعشيرك كيضحك عليك لهيه وانت راجع ويدك سخونه وديك اليديات باقيين صغيورين رطبين، وراجع وبرك دير لهم ديك وكتمشي للطاوله. عرفت واحد الحديده كتكون الوصف الطاوله كتكون بارده، ديك الحديده كتشد فيها وكتبدا تبرد في يدياتك وانت واكل هذيك 20 دقه بالتيو كتكمد فيها. الخوت بلاتي الناس اللي كانوا قرايه وكانوا مجتهدين ما كندويش معكم نتوما، هاد الفئه ما كانوش كياكلوا العصا. انا كندوي دابا مع جوج الفئات. الفئه الاولى هما الكسالى، والفئه الثانيه هما الغشاشين. هاد جوج فئات بالضبط هما اللي كياكلوا العصا وكيتبندخوا. وبيني وبينكم الخوت هاد جوج فئات كيستاهلوا شويه ديال العصا، حيت بهذيك العصا باش كانوا كيقراو مزيان وباش جمعوا ريوسهم وباش شويه تبدلوا. اما بالنسبه لي انا الخوت شخصيا فالصراحه كنت من الفئه الغشاشه. كنت ذكي، كنت مطور، كنت كنفهم دغيا، كنت كنقرا مزيان، الحفاظه دغيا كنحفظها، لكن كنت غشاش واحد شويه. كان راسي فيه غير اللعب الضحك النشاط وما كنتش كنحمل القرايه. وكنظن الاكثريه فيكم حيت هذه حاجه طبيعيه، كنا صغار يعني قليل اللي الدراري اللي كانت كتعجبهم القرايه، لكن الاكثريه راكم عارفين كيعجبوا اللعب كيعجبوا التفليه. ولكن كنت غشاش، انما كنت كنقرا مزيان. المهم الخوت علائيين ما عليناش، هادشي كامل قلتو ليكم غير باش نحاول نفكركم في هذوك الايامات ديال القرايه، الايامات ديال الابتدائي، الايامات اللي غادي يبقاو لاصقين لينا في عقولنا حياتنا كامله، الايامات اللي عمرنا ما غادي نساوهم، الايامات اللي عاقلين عليهم بكاع التفاصيل ديالهم، الايامات اللي غادي يبقاو محفورين في عقولنا حتى غادي نموتوا. في هاد الايامات الخوت كل واحد فينا عاقل على شي حدث او عاقل على شي ذكرى اللي عمره ما غادي ينساها، سواء كان هاد الحدث شي حاجه اللي زوينه او خايبه. المهم كنظن اي واحد فيكم غيكون عاقل على شي حاجه باقي مفكرها. وانا شخصيا الخوت كانت وقعت لي واحد الحاجه او واحد القصه مع واحد الاستاذ اللي كنت كنقرا عنده في المستوى الخامس ابتدائي، كنت كنقرا عنده في الخامس، ووقعت لي معها واحد القصه اللي باقي عاقل عليها ليومنا هذا. وبطبيعه الحال هاد القصه او هادشي اللي وقع لي معاها ما عمره ما غادي تنسى ليا نهائيا. وفي الحقيقه الخوت اليوم قررت انني نشارك معكم هاد الشيء. في الحقيقه الخوت اول مره غادي نعاود لكم شي قصه كتعلق بحياتي، اول مره غادي نعاود شي حاجه كتعلق بحياتي اللي عشتها انايا من نهار بديت القناه. والسبب اللي خلاني نعاودها لكم ونشاركها معكم هو ان فيها واحد المغزى اللي مهمه، فيها واحد الحاجه اللي ضروري خاصكم تعرفوها، واحد الحاجه الخوت اللي مهمه بزاف وما تقدروش تصوروا شحال ضروريه. وبطبيعه الحال اي واحد كيف ما كان راه كيهمه هاد الشيء اللي غادي نعاود لكم. هاد القصه الخوت اللي غادي نعاود لكم ماشي ديال تضييع الوقت، ماشي ديال المتعه، لا راه هادشي الخوت اللي غادي نقول لكم خاصو يتعرف وخاصو يوصل لاكبر عدد ديال الناس، باش على الاقل الخوت هادشي اللي غادي نقول لكم يقدر يوصل لواحد فئه معينه من الناس. داكشي باش الخوت كنطلب من اي واحد دابا كيتفرج فيا حاليا، كنطلب منه يدير لايك للحلقه وهبط ودير شي تعليق باش الحلقه
تطلع اكثر ويشوفوها اكبر عدد ديال الناس. ودابا الخوت ما بقى لي غير نقول لكم بسم الله على بركه الله نبدا لكم الحكايه ديالي. فاش كنت صغير دوزت طفوله عاديه بحال اي دري. كنت واحد الطفل اللي عزيز عليا اللعب، عزيز عليا نضحك، عزيز عليا نلعب مع موالين الدار. راكم عارفين اي طفل عادي كيبغي يدير هذا الشيء. وزعما ما كنت لا معقد لا والو، زعما ما كانش فيه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. المهم على اي ما بغيتش ندخل لكم في التفاصيل ديال الطفوله ديالي. بالنسبه لوالديا كانوا واحد الناس اللي عاديين، والحمد لله رباونا واحد التربيه اللي حسنه. غادي ندخل لواحد المدرسه عموميه بحال ولاد الشعب كاملين. وراكم عارفين الخوت اول سنه دراسيه ديالك راه كتكون مميزه وكتبدا تكتشف هذاك العالم الدراسي، يعني كتكون واحد السنه اللي كلنا عاقلين عليها. المهم ما علينا، ما بغيتش ندخل لكم في التفاصيل كثر، راكم نتوما عارفين هذا الشيء وكلكم دوزتوا هذا الشيء. حيت اللي كيهمني الخوت والقصه اللي بغيت نعاود لكم غادي تبدا ملي غادي نوصل للقسم الخامس ابتدائي. دوزت تحضيري الثاني الثالث الرابع، والقصه غادي تبدا ملي طلعت القسم خامس ابتدائي. هنا الخوت فين غادي تبدا القصه ديالي مع الاستاذه. الحمد لله جميع الاقسام اللي دوزت قبل التحضيري الثاني الثالث الرابع دوزتهم مزيان بخير ولا خير. كنت كنجح بنقطه مزيانه، كنت كنجح سوا ب7 سوا 8 على 10. المهم كنت بخير الحمد لله، كنت كنقرا مزيان. وراكم عارفين الخوت هذيك الايامات الاولى كنكونوا داخلين مجهدين شويه، واصلا ديك الساعه كانت باقا ما دخلاتناش تحراميات، يعني كلنا جايين مجهدين باغيين نقراو. زيد عليها حتى الاساتذه كانوا كيزيرونا وبعد مرات كانوا كيسلخونا، راكم عارفين هادشي عادي كلنا دوزناه. وعاد زيد الوالدين حتى هما بطبيعه الحال حتى هما قايمين بالواجب ديالهم، يعني الاكثريه ديال الوالدين كيتبعوا الابناء ديالهم فين وصلوا شنو عندك كذا، يعني كيتبعوا ولادهم. اما بالنسبه لي انا شخصيا الخوت فالوالد هو اللي كان حاضيني، هو اللي كان جاري معايا، يعني هو اللي متبعني، هو اللي كان كيراجع معايا الدروس والمسائل واي حاجه كتعلق بالقرايه. وحتى لهنا كان كل شيء هو هذاك حتى لبدايه القسم الخامس ابتدائي. هنا بالضبط الخوت فين غادي نعيش واحد التجربه اللي باقي عاقل عليها يومنا هذا. شنو هي هاد التجربه اللي عشت، شنو شفت وشنو طرا ليا، انا غادي نعاود لكم. ملي طلعت القسم الخامس هنا بديت كنسمع الدراري كيدويو على واحد الاستاذه اللي غادي تقرينا. واحد الاستاذه كان الاسم ديالها هو منى، وهذا هو الاسم الحقيقي ديالها، باش حتى الا كانت كتفرج فيا دابا تعرف نداوي عليها هي نيت. المهم ما علينا، هاد الاستاذه كاع الدراري كنت كنسمع فيهم كيدويو عليها، كلشي كيقول هاد الاستاذه قبيحه، هاد الاستاذه راه واعره، والقسم كامل كلشي كان مخلوع وخايف منها. واللي دويتي معاه كيقول لك راه قفرناها جينا عند الاستاذه منى قفرناها هاد العام. انا بطبيعه الحال ملي سمعتهم كيقولوا هاد الهضره حتى انا تخلعت، اصلا كنت باقي صغير حتى انا تخلعت، قلت ناريت الاستاذه هادي باينه غتكون قبيحه بزاف، واصلا باقي ما دخلناش عندها وكلشي مخلوع. لكن مع ذلك قلت الحمد لله بعدا انا عندي مع الرياضيات، يعني هاني ما غاديش نوحل معاها. لكن مع ذلك قلت مع راسي هاد الاستاذه باينه فيها قبيحه ديال بصح، خاصني نجمع راسي معاها، يعني من الاول خاصني نزير. المهم ما عليناش، هذيك الساعه كان يلاه غادي ندخلوا عندها اول حصه. عرفتي كلنا فينا الخلعه وغادي ندخلوا عند اول حصه. راكم عارفين الخوت كنا شادين الصف، وراكم عارفين ديك القضيه ديال جوج يعني كل جوج مشادين مع بعضياتهم ودايرين الصف حدا القسم ديالها، وكنتسناو فيها باش تجي تحل لنا القسم وندخلوا. المهم دايرين الصف حتى لواحد اللحظه غادي تبان لينا جايه. كلنا درنا ديك كلنا وقفنا. واحد جوج دراري كانوا في الصف، ما عرفتش جوج دراري واش كانوا كيدوي ولا كانوا مبرزطين والله ما عرفت. المهم خرجوا على الصف غير واحد شويه، يعني ما خرجوش بزاف، خرجوا واحد شويه. تخيلوا معايا الخوت هي في هذيك اللحظه فاش جات لقاتهم خارجين على الصف غير شويه، شداتهم عطاتهم اكبر قتله، شداتهم فرشخاتهم ديال بصح. تخيلوا معايا فرشخاتهم وكلنا كنشوفوا في هذاك المنظر. ما تخيلوش الخوت الكميه ديال الرعب اللي حسينا بها. دارت لينا ديك القضيه ديال النهار الاول يموت المش. طبيعه الحال الخوت هادشي مازال ما دخلناش القسم، كلنا قلنا في خاطرنا. وتخيلوا معايا الاستاذه باقي ما دخلناش عند القسم وجوج تفرشخوا حدانا، يعني دبرنا عليه هذا العام. الله يدوز هذا العام بخير ولا خير. غادي ندخلوا كاملين القسم وكل واحد غادي يمشي يريح في شي بلاصه. تخيلوا معايا الخوت كنا جالسين ما كنتحركوش، حتى واحد ما عنده الجرأه انه يتحرك ولا يتزعزع ولا يدوي مع صاحبه. عرفتي الا مشيتي درتي شي حاجه من هادو قد تقول اكبر تفرشيخه. جالسين بحال الامانات. هنا الاستاذه غادي تبدا تعطينا في الاوامر وفي القانون اللي غادي نمشيو عليه في هاد السنه الدراسيه اللي غادي نقراو عندها. بدات كتقول لنا في هذاك النظام اللي غادي نمشيو عليه، وكتوصينا الا شي واحد فيكم خلف شي حاجه من هاد النظام غادي ياكل اكبر تفرشيخه. وبطبيعه الحال هاد الاوامر وهاد الشروط خاصنا نطبقوهم
بالحرف. والا كنتي راجل ومشيتي تسقلتي شي حاجه من هادشي اللي قالت لينا فغادي تدبر عليها. واللي خاصكم تعرفوا الخوت هو ان هاد الاستاذه ملي دخلات غادي تختار واحد جوج دراري معانا في القسم. هاد جوج دراري تبارك الله كانوا طوال وكانوا صحاح، يعني كانوا كيبانوا كبر منا حنا في البنيه. راكم عارفين ضروري كيكونوا شي جوج تبارك الله طوال وصحاح. غادي تختار هاد الجوج وغادي تكلفهم واحد المهمه. هاد المهمه الخوت هي كالتالي، انا غادي نقول لكم هاد المهمه. هاد الدراري الخوت كيشدوا اي واحد دار شي غلط مع الاستاذه، بطبيعه الحال هي اللي كتامرهم، كتقول لهم فلان جيبوه ليه في الطاوله. هادوك الدراري تبارك الله صحاح كيشدوا داك الدري كيديوه كيشدوا ليه رجليه كيكتفوه من رجليه، كيحيدوا ليه صباطو وكيحيدوا ليه تقاشرو. هي كتجيب التيو وكتبدا تحمل فيه. اللي ما عمره ما سمع هذا المصطلح ديال كتحمل فيه، هي كدير ليه الفلاقه، يعني كتشد داك التيو وكتبقى تشحط فيه لرجليه. وبطبيعه الحال انت وزهرك سواء 20 دقه سواء 10 دقات على حسب داكشي اللي درتي، يعني مره 30 مره 20 على حسب داكشي اللي درتي ليها. واللي خاصكم تعرفوا الخوت هو ان هذوك الدراري اللي صحاح وطوال تبارك الله راه حتى هما بحالهم بحالنا، يعني الذنب ديالهم الوحيد هو حيت صحاح وطوال. يعني حتى ديك المهمه اللي عطاتهم يعني راه ماشي كانوا باغيين يديروها، راه مساكن حتى هما كيبقى فيهم الحال، لكن ما كان عندهم ما يديروا، كانوا مضطرين انهم يديروا داك الشيء. والا ما سمعوش الهضره ديالهم حتى هما غيدبروا عليها. اما دابا الخوت غادي نعطيكم واحد اللمحه على هذاك القانون الداخلي او هذاك النظام اللي قالت لينا، يعني كاع دوك الشروط اللي قالت لينا غادي نقول لكم شي حاجه منها، واللي هو كالتالي. الا جيتي للقسم وما كنتيش لابس هذيك الطابليه ديالك، هذيك الطابليه سواء كانت مصبنه او نسيتيها او دبر راسك ودبر روحك، الا نسيتي هذيك الطابليه وجيتي بلا بها غتدبر عليها وغتفرشخ، غادي تحملك. مع العلم وسطروا لي على هذه مزيان، مع العلم ان ما كيهمهاش السبب، المهم غادي تفرشخك. الا مشيتي حتى نسيتي شي دفتر، سواء دفتر الملخصات او دفتر الدروس او دفتر الوساخ، غادي تاكل اكبر تفرشيخه وغادي تحمل. الا عطاتك شي حاجه تحفظها ومشيتي للدار وما حفظتيهاش وجيتي للقسم ما حافظهاش غادي تفرشخ. اما الا كنتي في القسم ودويتي مع شي صاحبك بينك وبينه وهي شافتك دبرتي عليها غتاكل اكبر قتله. اما الا جات فيك العزله ونوضاتك للسبوره باش تخرج ليها شي عمليه ونطي السبوره وما خرجتيهاش غادي تاكل اكبر تفرشيخه. وزيد بزاف د الحوايج اخرين الخوت وبزاف د القوانين التافهه اللي صراحه نسيت على بزاف فيهم. وبطبيعه الحال هادشي كامل اللي قلت لكم راه هادوك الدراري الجوج تبارك الله اللي صحاح راه هما اللي كيتكلفوا بك، يعني هما اللي كيجيو وكيشدوا لك رجليك باش يحكموك مزيان، باش هي ملي تشدك تسلخك بداك التيو تاخذ راحتها وما تزقل حتى شي دقه، يعني ما خصكش تبقى تطرط عليها، خصهم يحكموك باش تاخذ راحتها هي مزيان. تخيلوا معايا الخوت عاقل على واحد النهار واحد من هذوك جوج دراري الصحاح، واحد فيهم ما عرفت غادي يدير شي حاجه، غادي يخالف شي حاجه في القانون، يعني غادي يدير شي حاجه اللي ما كانش خاصها الدار. تخيلوا معايا هو اللي جات فيه العزله باش يتحمل، موالف هو اللي كيشد الدراري باش يتحملوا، لكن هاد المره هو اللي جات فيه العزله ودابا ما كاين اللي غيشدو. والله الخوتي لا عاقل عليها قسما بالله. قالت ليه نوض، تقاد ليا ناض، مشى للطاوله العمليات، غادي يحيد صباطو وغادي يسرح رجليه، غادي تجي غتحملو مزيان، غادي ينوض غادي يلبس صباطو وغادي يمشي يريح بحالو. يعني تا هادوك الدراري تا هما كياكلوا قتله ديال العصا. وهذا الشيء كامل الخوت اللي عاودت لكم عطيتكم غير واحد الفكره بسيطه على هاد الاستاذه هادي اللي كان الاسم ديالها منى، عطيتكم غير واحد اللمحه عليها، واللي الصراحه كانت كتبان ليا ملي كنت صغير بحال شي وحش. وغير بلاتي الخوت بلاتي راه حتى لدابا مازال ما بديت لكم القصه ديالي شخصيا اللي واقع ليا مع هاد الاستاذه، راه مازال ما عاودت لكم والو، عطيتكم غير لمحه عليها. واحد النهار الخوت كنا غادي ندخلوا عند القسم، وديك الساعه كانت موصيانا باش نحفظوا جدول الضرب، وراكم عارفين جدول الضرب كلنا حفظناه ملي كنا صغار. الاستاذه كانت وصاتنا وقالت لينا باش نحفظوه مزيان، والا شي واحد ما حفظوش مزيان يعني سولاتو وما قالش ليها الجواب صحيح غادي ياكل اكبر تفرشيخه. انا الصراحه ملي سمعت هكاك مشيت للدار حفظته مزيان كرتو، اصلا حتى الوالد حتى هو كان متبعني وحتى هو كان مزيرني ديال بصح، يعني حتى الوالد كان قاصح كان مزيرني، يعني داك جدول الضرب حفظته مزيان. انا عاقل الخوت حفظته لواحد الدرجه باللي ما كانش عندي فيه مشكل، يعني تسولني على اي حاجه نجاوبك 5 في 6 عطانا هذه 3 في 4 راكم عارفين جدول الضرب. وكنت عارف ومتيقن ملي غادي نمشي للقسم الا سولاتني غادي نجاوب عادي. لكن اللي خاصكم تعرفوا الخوت هو ملي كندخلوا عند هذا القسم راه حاجه اخرى، راه واحد احساس وواحد الشعور اخر. نقدر نقول لك واخا تكون حافظ اللي كنتي حافظ، الا وقفت قدامك تقدر تنسى كل شيء،
تقدر سميتك تنساها ما تعقلش عليها. المهم اللي دخلنا للقسم غادي تقول لينا جبدوا هذوك الالواح، راكم عاقلين هذوك الالواح، وجبدوا الطباشير وجدوهم حطوهم. انا غادي نسولكم، غادي نقول لكم هذا الرقم في هذا الرقم شحال، غادي تكتبوا لي الجواب في اللوحه وما تعطلوش، وان فوا نضرب في الطاوله باق كلكم هزوا اللوحات ديالكم مجاوبين. الا غلطتي غادي تاكل اكبر تفرشيخه، والا تعطلتي غادي تاكل اكبر تفرشيخه. طبيعه الحال الخوت حنايا جبدنا هذيك اللوحه وجبدنا هذوك الطباشير وجدناهم وجالسين وقلبنا كيضرب في الالف ماشي في المية، في الالف، مخلوعين وكنتسناو هذاك السؤال اللي غادي تسولنا. وهي تسولنا كذا في كذا شحال كتساوي. كلنا طحنا على اللوحه وكتبنا الاجابه، كنتسناو يدير ديك باق هزوا اللوحات، كلنا هزينا اللوحه. في هذه اللحظه هي نزلات وبدات كتشوف في الاجابات ديالنا غاده، وكتشوف في الاجابات داكشي ديال سكويد جيم الخوت، ديرها تموت ما يلقاوكش. المهم ما علينا، غاده كدور كتشوف في الاجابات وكل واحد هاز ديك اللوحه ديالو ديرها وفيه المود ديال الخلعه. انا الصراحه الحمد لله كنت متيقن من ديك الاجابه ديالي كانت صحيحه، يعني مبقاتش في ديك الخلعه، يعني كنت متيقن ديك الاجابه راه صحيحه. واحد اللحظه بقات كدور غادي يبانوا لها شي جوج ولا شي ثلاثه دايرين اجابه خاطئه. في نظركم شنو دارت لهم؟ نوضاتهم وكلاو اكبر تفرشيخه. ما بقيتش عاقل الصراحه، واقيلا شي 20 ضربه بالتيوف في اليدين وما 10 وما 15 والله ما عقلت. المهم كلاو تفرشيخه. غادي ترجع عاوتاني غادي تسولنا سؤال اخر كذا في كذا شحال. هبطنا على اللوحه باق اجابه طاق هزينا اللوحات، بدات كدور عاوتاني، بدات كدور والحمد لله هاد المره كلشي مشاو بصحيح الحمد لله. غادي تعاود عاوتاني تسولنا كذا في كذا شحال. نزلنا اللوحات بدينا كنكتبوا في اجابه. انا الصراحه في هذا السؤال كنت ما متيقنش، بديت كنفكر اكثر، ما كنتش متيقن وراكم عارفين ما خاصنيش نزقلها، الا زقلتها غنتفرشخ. بقيت كنفكر شويه ما كنتش متيقن، تعطلت ضرباتي الطاوله عاد وانا ندير ديك الرق كتبتها السط عاد ونزل اللوحه. جات عندي قالت لي تعطلتي، واخا كنت كاتبها صحيحه قالت لي تعطلتي، ونط وكليت اكبر تفرشيخه. طبيعه الحال انا استسلمت الامر الواقع، حيت هذه المره التعازيله جات فيا انا، وكانت هذه اول مره غادي تعطيني العصا. المهم كملت وسكت، مشيت لهذيك الحديده راكم عارفين ديال الطاوله، بقيت كنبرد في يديا وكندير ودوك اليديات صغيورين. المهم ما علينا، كملنا هذيك الحصه بلا اله الا الله. غادي نمشيو لديورنا، لكن هذيك الساعه ملي مشينا لديورنا وانا بالضبط ملي مشيت للدار ديك الساعه الخوف بدا كيزيد اكثر واكثر. يعني في الاول كانت غير قبيحه، دابا راه فرشخاتني. يعني داك الخوف بدا كيكبر اكثر من الاول، ونقدروا نقولوا ان هذاك الخوف اللي كنت حاسس به في الاول نقدروا نقولوا تضرب في شي 10. المهم ما علينا، غادي يدوزوا ايام وايام، وبالضبط كان عندنا واحد الدرس ديال القسمه. راكم عارفين الخوت الدرس ديال القسمه، كان عندنا داك الدرس ديال القسمه عندها. انا بطبيعه الحال هذاك الدرس وجدته مزيان وكنت فاهمه ديال بصح، واي عمليه ديال القسمه كنت كنخرجها، يعني تدربت عليها مزيان. وكيف قلت لكم الوالد كان كيراجع معايا، يعني تا هو كان كيراجع معايا مزيان. هادشي اللي خلاني انني نولي نطير في هذيك التخراج ديال ديك العمليه ديال القسمه. المهم غادي توصل لحظه الحقيقه وغادي ندخلوا عند القسم. الاستاذه هنا غادي تنوض وغادي تكتب واحد العمليه ديال القسمه في السبوره صعيبه بزاف، واحد العمليه صعيبه ومعقده ديال بصح. دارتها بواحد الطريقه اللي معقده اللي كلنا تصدمنا، بقينا غير كنشوفوا ما فاهمين والو، يعني كانت صعيبه علينا. تخيلوا معايا الخوت هنا الاستاذه شنو دارت. غادي تدور غادي تشوف فيا غير انا وقالت لي انت نوض خرجها. ناري ما تخيلوش الخوت الاحساس ديالي في هذيك اللحظه. ما كرهتش الارض، كنت شقات وتخشيت وسطها. واحد الاحساس ما يمكنش، في قمه الرعب. كيفاش حتى اي عمليه ديال القسمه كنت كنعرف نخرجها وكنت مدرب عليها، دابا هذه جاتني صعيبه. كيفاش هادشي؟ والمشكله الكبيره في هادشي كامل هو انها كانت موعدانا اللي ما غاديش يخرج هذيك العمليه ماشي غادي ياكل العصا في يديه، لا هاد المره غادي يتحمل الفلاقه. غادي يشدوا هذوك الجوج وغتصلخوا بالتيو. المهم غادي نوض وغادي ندير جهدي كامل. بقيت باق هادي بقيت مدار معاها حتى خرجتها، لكن كانت غالطه للاسف. خرجتها ما صحيحاش. هنا بطبيعه الحال راكم عارفين العمليه اللي غادي ندوز منها. عيطات لهذوك جوج دراري قالت لهم شدوه. تخيلوا معايا الخوت قسما بالله العلي العظيم الا عاقل على هذه اللحظه، قلت لها غير بلاتي انا غادي نمشي غير بوحدي بلاش هذوك جوج دراري. انا غادي نمشي للطاوله، انا غادي نقدم راسي.
غير خلي الدراري. قالت لي صافي واخا سير. واصلا حتى هذوك الدراري كانوا كيشدوا غير دوك الدراري اللي كيبقاو يترطاو، يعني دوك الدراري اللي كيبقاو يغوتوا كيبقاو يبكيو وكيبقاو يترطاو، هما اللي كانوا كيشدوا مزيان باش يحكموهم. انا قدمت راسي قلت لها بلاش الدراري، انا غادي نمشي لطاوله العمليات. وداك الشيء نيت اللي درت، مشيت للطاوله، حيدت صباطي، حيدت قشرات المسائل، حطيت رجليا، جبدات التيو، صات الصاد، تسالات. ما درت حتى شي رياكسيون، ما غوت، ما بكيت، ما درت حتى شي ردة فعل نهائيا. وهذا الشيء عاد ما زاد جعرها اكثر. كانت كتضرب بحر جهده وانا زعما داير فيها الرجوله، حاط رجليا وهي كتصلخ، حتى سالات، حتى بردات خضيطه. نط، هزيت صباطي، هزيت تقاشري، وتميت غادي للبلاصه ديالي، يعني نمشي للطاوله ديالي عاد غادي نلبسهم. هاد القضيه اللي درت ديال ما درت حتى شي رده فعل جعراتها بزاف. وهنا بالضبط فين غادي تبدا العداوه ديالها ليا. ما حملاتش راسها وما تسرطاتش ليها. كيفاش ضربته بحر جهدي وما غوت ما والو؟ كيفاش البلان؟ كنت غادي لبلاصتي كيف قلت لكم، هاز داك الصبيبيط ودوك التقيشرات، غادي للطاوله ديالي باش نلبسهم. هي ناضت كتبات عمليه ديال القسمه اخرى. هنا ما قالت لحتى شي واحد نتايا نوض، ولا مشات عند شي واحد، ما سولات القسم كامل، قالت لهم شكون ينوض يخرج هاد العمليه. في الاول جات عندي انا، لكن المره الثانيه ما سولات حتى شي واحد، قالت شكون يخرج هاد العمليه. قسما بالله العلي العظيم الا عاقل على هاد الشيء بحال البارح. القسم كامل بقى كيشوف تحت ما قدر، وكاين اللي غيكون قادر لكن ما قدرش يزعم. كل شيء بقى مصطوم وكيشوف. عرفتوا شكون غادي ينوض الخوت؟ انا اللي غادي نوض. قلت لها انا غنوض نخرجها. دارت شافت فيا، صدمات وما بغاتش تبين الصدمه. كيفاش البلان ديال هذا؟ يلا سلختو، يلا حملتو باغي ينوضي. قلت لي واخا نوض. والله العظيم الا نط وباقي ما لبستش صباطي، والله باقي ما لبستش صباطي. نط للسبوره وخرجت هذيك العمليه ديال القسمه باش نثبت ليها انك ظلمتيني. بغيت نثبت ليها انني فاهم هاد الدرس مزيان. خرجت هذيك العمليه وكانت صحيحه ورجعت لبلاصتي. وهنا الخوت فين درت اكبر غلط في حياتي. هادشي عاد ما زاد جعرها وحقدها عليا اكثر، حيت بحال حسات انني بحال كنتحداها. وهنا بالضبط الخوت فين غادي يبداو المعاناه ديالها بصح، حيت داكشي اللي جاي عمري ما كنت كنتخيل بحالو في حياتي كاع. هادشي في الحقيقه بدا كيأثر فيا، خصوصا انني باقي دري صغير، يعني باقي كنقرا غير في الخامس، باقي تقريبا عندي شي 10 سنوات. بديت كنتبدل بشويه بشويه، وحتى الكاركتير ديالي بدا كيتبدل، يعني الحاله النفسيه ديالي بدات كتسوء. وليت كندخل الدار ما بقيتش كنلعب، ما بقيتش كندوي مع موالين الدار، ما بقيتش اجتماعي، وليت غير جالس بوحدي. كنت كنبقى نفكر في حاجه واحده، كنبقى نفكر غير في اليامات الجايين عندها. هادشي اللي كنت كنفكر فيه، شنو غادي ندير في اليامات اللي جايين عندها. والدي بطبيعه الحال غادي يلاحظوا انني ما بقيتش هو هذاك، يعني ما بقيتش كنبان لهم داك امين كيف كنت. وملي كيجيو يسولوني كيقولوا لي مالك، شنو واقع لك، شنو عندك، ما كنت كنقول لهم والو، ما كنتش كنعاود لهم، ما كنتش كنرضى. وراكم عارفين ما كنتش كنرضى انني نقول لهم الاستاذه حملاتني ولا ضربتني، يعني كانت كتجيني كنت الرجوله منذ الطفوله. لكن واخا هكاك هذا كان هو اكبر غلط، حيت هاد المعاناه بداو كيتطوروا بشويه بشويه. تخيلوا معايا الخوت ان هذيك الاستاذه ابتداء من هذاك النهار فاش خرجت هذيك العمليه ديال القسمه، فاش تحديتها ولات حاطه عليا غير انا بوحدي. ما بقاتش كتعرف القسم كامل، ما بقى كيبان ليها حتى شي واحد في القسم كامل، ولات كتعرفني غير انا بوحدي وفقط. وليت انا هو الهدف ديالها. اي قسمه، اي جدول الضرب، اي سؤال، اي حاجه كيف ما بغات تكون، انت نوض خرج، يعني ديما انا هو الاول. في الحقيقه القسم كامل ارتاح منا شويه، يعني كاملين تهناو منها، بقيت غير انا بوحدي اللي كنبان لها، يعني هما تهناو شويه. ولات كتكرهني واحد الكره شديد، وانا بطبيعه الحال كنت مازال صغير، ولا عليا واحد الضغط اللي كبير. وليت عارف راسي انني انا هو المستهدف، وبطبيعه الحال هذا الشيء خلق لي واحد الخوف منها وواحد الرعب منها. وكنت تيقن اللي كتفرج فيا دابا كنتي في بلاصتي، واخا كنتي مجتهد وكتقرا مزيان، كون وقفات حداك ولا قدامك هذيك الاستاذه كنتي غتنسى كل شيء. انا متيقن من هذا الشيء. زيد عليها حتى السن ديالك باقي صغير، يلا عندك 10 سنين، يعني باقي كتخلع. انا بطبيعه الحال من نهار حطات عليه ولات كتسولني، كاين اليامات اللي كنجاوب على داك السؤال كنت زقل ليها، يعني ما كتلقى كيدير ليا، وكاينين يامات اللي ما كنجاوبش وكناكل اكبر تفرشيخه. ونهار على نهار، نهار على نهار، الحاله النفسيه ديالي بدات كتسوء اكثر واكثر من الاول. ملي وليت كنمشي للدار وليت كنتخبى وكنبقى بوحدي كنبكي باش ما يشوفونيش موالين الدار،
وليت عايش في واحد الرعب. ما بقيتش كناكل مزيان، ما بقيتش كنهضر مع حتى شي واحد، ما بقيتش كنلعب. وراكم عارفين الدري الصغير الا ما بقاش كيلعب عرف راه عنده شي حاجه. يعني ما بقيتش كنلعب، ما بقيتش كناكل مزيان، ما بقيتش هو هذاك. والله العظيم الا عاقل ملي كانت كتنوضني الوالده في الصباح. تخيل معايا ملي كانت كتجي تنوضني تقول لي امين نوض، كنوض كنقفز، كنوض مخلوع ما فاهم والو، كندير شنو واقع. واذا كتصدم كتقول لي مالك مالك يا ولدي شنو كاين شنو واقع لك. يعني عمري ما كنت كنوض بحال هكا، وليت كنوض كنقفز بوحدي. لكن بطبيعه الحال انا عاوتاني كنسكت وما كنقول والو. كان ضروري غادي خصني يوميا نوض من بلاصتي ونلبس حوايجي ونمشي نواجه داكشي اللي كيتسناني. وكيف العاده ولفت انني مره كنت زقل، مره كنت فرشخ، مره كنت زقل، جوج مرات كنت فرشخ. تخيلوا معايا لدرجه هي وصلت لواحد اللحظه اللي ولات كتلدد انها تسلخني. حتى لواحد النهار غادي ندخل الدار وداك الساعه الحاله ديالي ولات كارثيه. والصراحه داك الساعه كان ما بقى لي والو نولي معقد صافي. انا الخوت انا داك الساعه كنت عاقل. جا الوالد جلس قدامي قال لي شنو واقع ولدي شنو كاين. وخاصكم تعرفوا الخوت ان الوالد حتى هو كان قاصح وكان جدي وكان صعيب شويه. يعني ماشي بحال دوك الاباء اللي ما مسوقينش لولادهم ولا لا، يعني كان متبعني وكان قاصح. لا درت شي غلط ولا راكم عارفين، لكن ما كانش كيظلم. راكم عارفين حنا حتى حنا كنا دراري صغار، كنا عزيز علينا نكبتوها عزيز علينا. يعني كون ما كانش هذاك التزيار من ناحيه الوالدين كنا الله يسر غادي نخرجوا عاوتاني شي حاجه خايبه. لكن الحمد لله حتى والدينا كانوا واقفين معنا وكانوا مزيرين شويه، خصوصا الاب. المهم الوالد ديك الساعه دو معايا بواحد الطريقه وكانه حاس بيا، عارف وراه سي نورمال هو الوالد راه غادي يحس بيا. قال لي شنو كاين، عاود لي شنو واقع لك. انا في الاول حاولت انني نكذب وحاولت انني نتجنبه، لكن قال لي غير قول لي شنو عندك وشنو واقع لك بالضبط. انا الخوت ما عقلتش على راسي حتى تفرقعت بالبكا. بقيت كنبكي هو عنقني وبقيت كنبكي كنخوي في قلبي. ما دواش معايا ديك الساعه، ما دواش معايا، خلاني كنخوي. بقيت واحد الموت وانا كنبكي وكنتنخسس بحالك تحس بالظلم، تحس بالحقره، انت باقي دري صغير. بقيت كنبكي حتى خويت قلبي مزيان وتفشيت. قال لي دابا قول لي شنو كاين. ايوا بديت عاودت ليه القصه كامله من الاول وعاودت ليه شنو كاين وهذيك الاستاذه شنو كدير لي وشنو كدير ليا وراها حاط عليا غير انا وظالماني. يعني كانت كتعامل معايا واحد المعامله ديال ظالماني. كلنا كنا كناكلوا العصا ملي كنا صغار، كلشي تفرشخ، كلشي تحمل، كلشي كلا الفلاقه، كلشي ضربوا الاستاذ، كلنا كلينا العصا. يعني هذه حاجه عاديه. يعني اللي تسولتي غايقول لك عادي، تا انا راه كليت العصا وتا انا راه كليت العصا وعادي. لكن اللي ما عاديش هو الظلم. وديك الاستاذه كانت مريضه نفسيا وكانت كتلدد بهذيك العصا وبهذاك الظلم اللي كدير ليك. يعني هذه حاله استثنائيه، هذه ما داخلاش في اطار ديال صافي كيضربك استاذ. بالعكس بهذيك العصا باش تربينا. كاين اساتذه اللي كانوا كيضربوا لكن ما كانوش كيظلموا، وانت ملي كتاكل هذيك العصا كتمشي عادي كتضحك حيت عارف راسك شنو داير. لكن استاذ ملي كيظلمك ويجي ويصلخك يومين وحط عليك، هذه حاجه بوحدها. المهم عاودت لي القصه كامله، عاودت لي شنو كاين من الاول حتى الاخر، فهمت البلانات كاملين. الوالد في الحقيقه تصدم وبقى فيه الحال وجعر بزاف وما عرفت. كون كانت حدا ديك الساعه ما عرفت شنو كان غادي يدير ليها. وراسي نورمال هو اب وكيشوف ولده صغير كيتحقر وكيتظلم، تعصب بزاف وصل لواحد الدرجه خايبه. المهم ديك الساعه دو معايا وقال لي شوف غير سير ناس وكون هاني واعتبر راسك هذيك الاستاذه صافي ما بقيتيش غادي تقرا عندها. يعني غير ارتاح دابا، انت غير ارتاح. عرفتي الخوت هذيك الفرحه اللي حسيت بها في ديك اللحظه ما يمكنش. الفرحه ديال النصر، الفرحه ديال تطلق سراحي، واحد الفرحه زوينه بزاف واعره. وبالفعل ملي فقنا الصباح فاقت هو الصباح معايا ومشينا للمدرسه. مشيت انا للقسم، ما كنتش قاري عند ديك الساعه، كنت قاري عند شي استاذ اخر. مشيت انا دخلت للقسم وهو مشى نيشان بدا كيقلب عليها في الاقسام. عرفتي الخوت كان جاعر وكان معصب وكون حطوه لي في ديك اللحظه ما عرف شنو كان غادي يدير ليها. المهم بقى غادي كيدور كيقلب في الاقسام والحسن الحظ ديالو والحمد لله غادي يتلاقى مع واحد الاستاذ. هذاك الاستاذ شاف الوالد جاعر معصب. قلت له الاستاذ السلام عليكم الشريف، ياك ما كاين باس بنتي لي ما. قال لي الله يرضي عليك بغيت نسولك على ديك الاستاذه منى، فين هو القسم ديالها؟
الاستاذ غير سمع السميه ديالها عرف شنو كاين، وعارفين اصلا المدرسه عارفين كاملين ماشي نورمال وكتسلخ الدراري وعارفين ما هياش. داك الاستاذ هو عندك الوالد جرو قال لي غير تهدن الشريف وكذا وهادي. المهم حاول يهدنو الوالد طبيعه الحال قال لي شنو كاين وشنو كاين، راه كتسلخ لي الدري وحاط عليه. المهم عاود لي البلان كامل. داك الاستاذ بقى كيهدن فيه قال لي ودابا انت الا مشيتي عندها تقدر دير شي حاجه خايبه وتولي نادم عليها، وراك عارف بنادم في لحظه غضب يقدر يدير شي حاجه اللي ما هياش. حاول بقى كيهدن فيه داك الاستاذ، بقى كيهدن فيه حتى الوالد تكالم شويه. قال لي شوف، قال لي انا غادي نمشي معك برجليا عند المدير ديال المدرسه ودير الشكايه ديالك، يعني دير الشكايه ديالك والمسائل وان شاء الله يكون خير. وبالفعل داكشي اللي وقع، نيت الوالد غادي يمشي عند المدير وكان مع داك الاستاذ نيت وصلوا. الوالد هنايا شويه تكالم لكن باقي جاعر على داك الاستاذ. المدير سولو قال ليه السلام عليكم الشريف بخير، انظر شنو كاين. الوالد ما قال ليه، ما قال سميتها، ما قال لي ديك الاستاذه منى. مدير واجد في راسو قال لي هذيك الاستاذه قهراتنا، هذيك الاستاذه قهراتنا، عينا من ندوي معاها، عينا من ندوي معاها بجميع الطرق، عطيناها انذارات، راه عرفناها كتفرشخ الدراري. او ديك السيده ما عرفنا من نديرو معاها، وصلت القضيه بعض المرات حتى للنيابه، النيابه العامه، دعينا من ندوي معاها والو، راسها قاصح. المهم حتى هذاك المدير تا هو هاز في قلبه من ناحيه هذيك الاستاذه، لكن حتى لهنا ما تمش التوقيف ديالها، يعني كانت باقا خدامه مع العلم انها كانت ماشي في الحاله الطبيعيه ديالها. وكنظن ان سمعت من بعد انها كانت كتاكل شي دواء ديال الاعصاب. المهم ما كانتش في الحاله الطبيعيه ديالها، حيت انسان بحال هذا راه ماشي طبيعي. المدير غادي ياخذ الشكايه ديال الوالد، المسائل غادي يقيدوا ديك المسائل الاجراءات اللازمه. لكن الوالد غادي ياكد عليه قال لي باللي ولدي اليوم غادي يتحول للقسم الاخر، ما غاديش يبقى يقرا عنده. المدير بطبيعه الحال قبل الطلب ديالو وتحولت للقسم الاخر. عرفتوا الخوت الاحساس ديالي ملي جا عندي الوالد وقال لي راه صافي تحولتي للقسم الاخر؟ عرفتي واحد الاحساس راه ما يمكنش، راه ما نقدرش نوصفه لكم، ما عرفتش واش غادي تقدروا تخيلوا ولا لا. المهم كنت فرحت بزاف. واللي خاصكم تعرفوا الخوت، واش كيصحاب لكم باللي دابا صافي القصه سالات، زعما صافي سالات القصه ديالي مع الاستاذه؟ لا مازال الخوت، مازال. سمعوا مزيان هادشي اللي غادي نقول لكم، سمعوا مزيان. المهم من بعد ما تحولت للقسم الاخر بديت واحد القرايه جديده، واحد النفسانيه جديده. الحمد لله ما بقيتش مخلوع، الحمد لله عاد تطلقت. وخا في الحقيقه لقيت صعوبه في الاول، ما كانوش عندي صحابي، ما كانوش عندي اصدقاء ديالي، راكم عارفين في الاول كاع صحابي كانوا في القسم الاول. لكن هذا القسم اللي جيت ليه جديد ما كانوش عندي صحابي بزاف، ما كنتش كنعرف بنادم، يعني كنت كنجلس بوحدي. داكشي باش قلت ماشي مشكل، قلت يعني ماشي مشكل، دوك صحابي اللي كنعرف غادي نتلاقى معاهم في الاستراحه، نتلاقاو في الساحه ونجمع معاهم، ماشي مشكل. وداكشي نيت اللي درت بالضبط. ملي جات هذيك الوقيته ديال الاستراحه نزلت للساحه ومشيت عند واحد العشران ديالي كانوا تماك في القسم الاول اللي خليتهم كيقراو عند ديك الاستاذه منى. مشيت كنقلب عليهم في الساحه، لقيت هذاك صاحبي الاول، دويت معاه قلت لي كي داير بخير. المهم دويت معاه، صاحبي شاف فيه بحال هكا ويدور ويمشي، ما دواش معايا. انا قلت هذا مالو. مشيت عند واحد الدري اخر، تا قلت ليه فين خويا بخير هذيك، دويت معاه تا هو نفس البلان، شاف فيا وزاد مشى بحاله. مشيت عند شي 3 تقريبا كلهم ما كاينش اللي دو معايا. قلت درني راسي شنو السبب، علاش ما فهمت والو. انا قلت والله حتى خاصني نعرف هذا السبب هذا. وانا عاقل كنت مشيت عند واحد الدري مرجل شويه، هو اللي ما كيخافش، هو اللي كان هو زاعم تماك. مشيت عنده قلت لي فلان بخير كلشي مزيان. دار شاف فيا قلت لي الله يرحم ودي، نقول لي مالكم الدراري اللي كندوي معاه كيمشي شنو واقع؟ بقى كيشوف فيا. عرفتوا شنو قال لي الخوت؟ واش عرفتوا شنو قال لي؟ ما تخيلوش هادشي اللي قال لي. تخيل معايا الاستاذه وصاتهم، هذيك الاستاذه منى وصاتهم وقالت لهم اللي حصلته كيدوي مع امين نقيطي في الساحه غادي نفرشخو وغادي ياكل اكبر تفرشيخه، ما تبقاوش تدويو معاه، واللي حصلته غيدبر عليها. هذاك الدري عمر شي واحد ما يبقى يدوي معاه فيكم. صافي تخيلوا معايا الخوت فين وصلت بها الدرجه وفين وصل بها الحقد انها توصي الدراري باش ما يدويوش معايا. راه بغات تفرقع اصلا ملي وقع داك البلان وتحولت من عندها، ما حملاتش راسها وبغات تفرقع وما كرهاتش تكون هبطات للاستراحه فرشخاتني، ما كان عندها ما دير، ولات كتوصي الدراري باش ما يدويوش معايا. لكن واخا هكاك الحمد لله دوزت هذاك القسم مزيان وطلعت للسادات ودوزته مزيان وبقيت غادي في الاقسام كاملين الحمد لله مزيان. يعني الحمد لله ما تعقدت ما والو، وكملت قرايتي بخير ولا خير. وديك الاستاذه نسيتها وبقات واحد الذكرى اللي خايبه في الحقيقه. والله العظيم الخوت غير مؤخرا كنت غادي تكبرت هادشي، راه صافي تكبرت وكنت غادي في الطريق ويتبان ليا تلاقيت معها تما دايزه من حدايا
وني تخالفت ديزا من حدايا، عرفتي وقفت بقيت كنشوف واحد الاستاذه صغيره وجاها سبحان الله باينه فيه، وجاها باين فيه داك شي ناس الله يسمح لي كتكون باينه فيهم بحال هكاك سيماهم في وجوههم يا ربي السلام، كانت باينه فيها مكربه، دازت من حدايا وديرها. بقيت كنشوف قلت دابا، قلت في خاطري دابا هادي شنو ندير لها، دابا اش غندير لها بقيت كنشوف هي ما عقلاتش عليا اصلا ما شافتنيش، بقيت كنشوف مشات بحالها، قلت لها سيري بحالك سيري كاين الله. اما دابا الخوت عاد غادي نعاود لكم علاش عاودت لكم هاد القصه كامله وشنا هي الرساله اللي بغيت نوصل لكم من هاد الشيء كامل. داكشي باش الخوت بغيتكم تسمعوا معايا مزيان لهاد الهضره اللي غادي نقول لكم، واللي في الاول ديال الفيديو قلت لكم ديروا جيم وديروا بارطاج، هبطوا التعليقات باش هاد الهضره اللي غادي نقول لكم دابا خاصها توصل. خاصكم تعرفوا الخوت انه كاينين ناس اللي مرض نفسيا، ناس كيكونوا ماشي طبيعيين، والمشكله الكبيره هو ان هاد الناس فاش كيكونوا شادين مناصب اللي كبيره وحساسه، بحال مثلا نيت هاد الاستاذه اللي عاودت لكم عليها واللي دويت عليها، كنت سمعت باللي راه ماشي طبيعيه واللي كانت كتاكل الدواء وكانت في واحد الحاله اللي ماشي زعما بحالنا حنايا، يعني ما كانتش نورمال. لكن ماشي المشكل ان الانسان يكون مريض، هذه كلنا كنمرضوا، كلنا معرضين اننا نمرضوا، يعني المرض واحد الحاجه اللي طبيعيه، لكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو فاش كيكون فيك هذاك المرض النفسي وكتخرجوا في وليدات باقين صغار، يعني باقين اطفال ما عندهمش الحق وما كيقدروش يدافعوا على ريوسهم. هذا هو المشكل الكبير. مع العلم الخوت انه كاينين اساتذه اللي الله يعمرها دار واللي كيحبوا القرايه للتلاميذ، يعني التلميذ كيكون جاي عنده فرحان باغي يمشي يقرا عند داك الاستاذ وكتلقاه كيموت على داك الاستاذ، وحتى السنه الدراسيه ملي كتسالي التلاميذ كيبداو يبكيو على داك الاستاذ ويعنقوا فيه، يقولوا لي استاذ راه ما بقيناش غادي نشوفوك. كاينين اساتذه اللي هكا دايرين طيبين، وحاليا الخوت كلنا بعض المرات كنكونوا كنتمشاو في الزنقه حتى كيبان لك شي استاذ اللي كان طيب بهاد الاخلاق وكان تبارك الله كيقري مزيان وكان كيتعامل مزيان، كيبان لك في الزنقه غادي كيتمشى سواء كان كيقري في ابتدائي ولا اعدادي، المهم كتشوف الزنقه كتفرح، راه بحال ما عرفت شنو شفتي، راه كتشوفو كتفرح وكتمشي عنده وتسلم عليه تعنقو استاذ عقلتي عليا، راه كنت كنقرا عندك في القسم كذا وكذا، هو كيشوف كيقول لك وتبارك الله ولدي راك كبرتي شو قداش وشنو كدير دابا، وكتفرح وتتملك تقول لي راك خدمتي في شي حاجه كيفرح. يعني كاينين اساتذه اللي باقيين كنتلاقاو معاهم اللي الله يعمرها دار. لكن الخوت كيف كاينين هاد الاساتذه اللي كيكونوا زوينين وطيبين والله يعمرها دار، كاينين اساتذه اخرين اللي كيكونوا مرض نفسيا بحال هاد الاستاذ اللي عاودت لكم عليها، يعني ماشي طبيعيه. وكنظن الخوت ان هنا خاصها تكون مراقبه على هذا النوع ديال الاساتذه او اي مجال، يعني غير ماشي مجال التعليم فقط، يعني في اي مجال خاص تكون مراقبه ومتابعه. ما فيها باس شي لجنه تبدا الدور مثلا على الاساتذه ولا الدور على شي مجال مثلا ديال الطب او مهم اي مجال، شي لجنه دو مع داك السيد اللي كيدير ديك المهنه، خصوصا المهنه ملي كيكونوا فيها الدراري الصغار. يعني الدراري الصغار ما عندهمش الحق انهم يدافعوا على ريوسهم، ولا ماشي بحال الواحد كبير لا دار لي شي واحد حجر غادي يغوت عليه ولا يمشي يشكي بيه ولا، لكن ملي كيكون دري صغير ما كيقدرش. داكشي باش كنظن ان خاصها تكون مراقبه مره يشوفوا الاساتذه واش حاله الطبيعيه ديالهم مزيانه، واش هما هذوك واش نورمال ولا لا. وحتى الخوت بالنسبه للوالدين حتى هما اللي الا عندهم شي وليدات باقيين صغار كيقراو مثلا باقيين صغار، يتبعوا الحاله ديالهم ويتبعوا الحاله النفسيه ديالهم، راه ما تعرف شنو يكون واقع عليهم، يعني خاصهم يكونوا رادين معاهم البال ديال بصح. كنتمنى الخوت هذه الرساله ديالي تكون واضحه، وتكونوا هذه القصه هذه اللي عاودتها لكم تكونوا فهمتوا المغزى ديالها. وفي الاخير الخوت غادي نبغي نقول لاي استاذ كيخدم من نيته وكيدير اي حاجه باش يفرح هذوك التلاميذ وباش يقريهم وباش يوصلهم لواحد المستوى دراسي مزيان، كنقول ليه شكرا بزاف والله يرحم ليك الوالدين، حيت بيكم باش طلعوا اجيال وبيكم باش نتجتوا اجيال اللي قارين وواعين والحمد لله. وخاصكم تعرفوا الخوت ان الاجر ديال الاستاذ راه كبير بزاف عند الله، هو كيتخلص في الدنيا وغادي يتخلص واحد الاجر اللي كبير في الاخره الا كان كيدير العمل ديالو على احسن ما يرام. كنتمنى الخوت هذه القصه ديالي اللي عاودت لكم تكون عجباتكم وكانت خفيفه على قلوبكم. اخوكم عنده بزاف ديال القصص، طاري لي بزاف ديال البلانات، بزاف د الحوايج. هذه غير واحد القصه صغيره عاودتها لكم كانت في الابتدائي، ولا كنتم مهتمين بهذا النوع ديال القصص قولوا لي في التعليقات ومرحبا مره اخرى ندير لكم شي قصه اخرى. المهم الخوت هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا، كان معكم خوكم امين قيطي. تهلاو.